هما ليه فكروا في بناء المتحف المصري الكبير؟ لأن ببساطة مصر فيها حوالي تلتين آثار العالم، وكمان احنا مرجع للحضارات والآثار، عشان كده كان لازم يبقى في متحف مصري كبير في كل الآثار دي. ده كمان طلع مش مكان بيعرضوا فيه الآثار وخلاص، ده طلع جواه مراكز تعليمية وكمان أماكن للمؤتمرات، عشان لو ناس جت من بره مصر يعملوا مؤتمرات خاصة بالآثار والتاريخ بتاع بلدنا. فتعالى أقول لك بقى مدة بنائه كانت قد إيه، أو بالمفهوم العقاري الجدول الزمني بتاعه. بص يا سيدي، الحكاية بدأت من التسعينات، يعني قالوا الفكرة بتاعتها، بس حجر الأساس اتوضع سنة 2002. من 2002 ل 2005 بدأوا يختاروا تصميمات ومين اللي هيعمل الإنشاءات ويخططوا الموقع بالظبط والحاجات الخارجية يعني. ومن 2005 ل 2010 بدأوا بقى في تمهيد الأرض، لأنه حوالي 117 فدان، فده خد وقت شوية في تمهيد الأرض وجسها وعشان يقدروا يطلعوا بالأساسات. وللأسف من 2011 لحد 2014 كانت فترة توقف، وبعد كده بدأنا فيه تاني، وقدرنا من 2014 ل 2024 نطلع بالإنشاءات كلها ونشطبه ونبدأ ننقل الآثار. حصل كده افتتاح بسيط أو اللي هو السوفت اوبننج في 2024، والهارد اوبننج أو الاوبننج الكبير كان 1 نوفمبر 2025، وشفنا الصرح العظيم. فلسه عندنا حكايات كتير في العقارات هحكيها لكم، وما تنسوش أنا نوران حسين. لا، ثانية نوران، انتي قلت لنا في القصة دي العائد المعنوي للمتحف. ممكن بقى نعرف العوائد المادية للمتحف، خصوصا انه اتصرف عليه مليارات الدولارات؟ طيب يا ستي، هدوا الإضاءة وتعالوا أحكي لكم قصة الROI بتاعت المتحف المصري الكبير. بصي يا ستي، احنا عندنا 3 عوائد مادية من الموضوع ده. أول حاجة فرص العمل الكبيرة للشباب اللي ظهرت فجأة من بعد افتتاحه. تاني عائد مادي علينا هو الاستثمار في السياحة. السياحة عندنا متوقع تحصل لنا 19 مليار دولار بحلول 2030. وتالت عائد مادي ده وهو حتتي، احنا عندنا في الاستثمار السياحي اللي حصل مره واحده ده بقينا محتاجين وحدات فندقيه، ده شفناه ببيان رسمي نزل ان احنا عندنا عجز في الوحدات السياحيه. فالاستثمار السياحي معانا او الاستثمار الفندقي الفتره اللي جايه دي حسبه مختلفه، وهنزل لكم فيديو منفصل عنها احكي لكم فيها نقدر نحصل منه عوائد ماديه ازاي. خلينا ان شاء الله نحكي الموضوع ده باستفاضه اكتر عشان ما اطولش عليكم الفيديو في فيديو منفصل. نوران، اتفضلي. المتحف حقيقي عظيم، ومن يوم افتتاحه لحد النهارده هو حديث العالم كله مش بس في مصر. محتاجين نعرف مين اللي صمم ونفذ الصرح العظيم ده. بصي يا ستي، الموضوع اتقسم ما بين حدين برضه، حد صمم وحد نفذ. التصميم كان من نصيب شركه هانجنبرج، ودي شركه ايرلنديه، وده كان عن قرعه، يعني حصل كده مسابقه وكسبت فيها الشركه دي. اما التنفيذ كان بين شركتين، شركه اوراسكوم ودي شركه معروفه وكبيره جدا، وشركه بيسكس. وخلينا نتكلم ان تاريخهم عظيم، فعشان كده قدروا يطلعوا لنا الصرح الهايل. وخلينا متفقين ان لسه في حكاوي في العقارات كتير هنحكيها مع بعض. ما تنسوش انا نوران حسين بقدم استشارات عن العقارات.